هل هلالك يا هلا بك، هل هلالك يا رمضان، والله اشتقنا فرحنا بك، صوم وطاعة للرحمن، صوم وطاعة للرحمن. السلام عليكم ومرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وتكونوا بصحه جيده وصحه رمضانكم. اليوم ان شاء الله حنديروا وصفه تاع خبزه القطايف. هنا كما تشوفوا عندي 500 غرام تاع كنافه. عندي لهنايا مزيج بين سمن ذايبه مع مارغرين ديما، وعندي لهنايا مزهر، عندي لافاني. وبالنسبه للحشوه عندي لهنايا كما تشوفوا 3 كيلات تاع كاوكاو، وعندي نص كيلة تاع السكر لافاني، وعندي القرفة. هنا كما تشوفوا نحكم الكنافة تاعي في الجفنة، نفتتها كما تشوفوا، نكسرها كامل. كاين بزاف اللي يحب يرحيها، تقدروا حتى ترحوها، بصح نفضل هكا باش ما تكونش مرحيه بزاف وما نخلوهاش كما كانت. يعني نكسروها كامل باش تجينا السطح تاع الخبزه تاعنا يجينا املس، يجينا يعني ليس كما تشوفوا. نفتحوها كامل ومن بعد نديروا لها 5 مغارف صغار تاع لافاني. يعني هذه لافاني راح تساعدنا باش تحمر لنا الخبزه وتجي محمره مليح، وتنحي لنا ريحه العجين تاع الكنافه. كما نعرفوا الكنافه كاين بزاف اللي يعني كاين وين خطرات نطيحوا فيه باكي يكون شويه قديم، يعني فيه تكون ريحه العجينه. باش هكا نحو لها كامل هذه الريحه، نزيدوا لها نرشوها بالمزهر، يعني نطروها شويه بالمزهر. من بعد نحكموا هذاك السمن تاعنا مع المارغرين ذايبه كما تشوفوا، نحطها كامل، ولا خصنا راح نزيدوا ندخلوا كامل هذيك الكميه تاع ليدام، ندخلوها كامل مع هذاك الكنافه، نبسوها كامل كما تشوفوا. ما تخافوهاش، يعني مش حتعجن، بالعكس راح تتبسس. وماذا بينا الحبه تاع الكنافه تكون مغلفه كامل بالسمن. هنايا كما تشوفوا خصني شويه راح نزيد، يعني ما كاش مقادير مضبوطه كما تشوفوا، حتى تشوفوا الكنافه تاعكم تشوفوها تغلفت كامل بالسمن. يعني شوفوا كيفاش راهي، تحسوا باللي الكنافه راهي كامل مغطيه بالسمن. هنايا نحبسوا نحكم لهنايا السنيوه تاعنا، نكونوا دهناها بالزبده ولا بالسمن ولا كيما واش عندكم. نحكم النص تاع الكميه تاع الكنافه، نحطها هي الاولى لتحت، ومن بعد نضغط عليها كما تشوفون، نضغط عليها مليح مليح. تقدروا حتى تجيبوا سنيوه تكون شويه صغيره عليها وتبلاطوها، يعني حتى باش تشد روحها. ومن بعد نحكموا هذيك هنا كما تشوفوا، يعني انا يعني نخدمها غير بهدايا الكاس. تقدروا قلت لكم حتى تستعملوا طبسي ولا يكون كاش خطيوه، ولا يعني واش عندكم، حتى تكون السنيوه شويه صغيره تقدروا حتى تبلاطوها بها هكا باش يكون عندنا السطح تاعها يجينا املس. من بعد لهنايا نحكموا الحشو تاعنا كما تشوفوا. قلت لكم 3 كيلات تاع كاوكاو، انا درت كاوكاو، اللي حبت دير اللوز دير اللوز، مع كيله غير ربع، يعني تقدروا تقولوا حتى نص كيله تاع السكر، وقرصه تاع القرفه مع لافاني، ونطموها بالمزهر. يعني ما نطموهاش حتى تولي عجينه، نفتلوها برك كما تشوفوا. نحطو غير في الوسط لهنا هكا، يعني في وسط السنيوه، نحطو غير في الوسط بلا ما نوصلوا للطرف. من بعد نكمل الكميه تاع الكنافه اللي بقات لي. كما تشوفوا، يعني نكمل كامل هذيك الكميه ونبقى نضغط عليها كما درت في الاول. كما تشوفوا البنات، نسووها مليح مليح، ننفضوا يدينا، نعاودوا نلموا كامل هذيك الكنافه هذيك. يعني هذه السنيوه راح ترفد لنا 500 غرام تاع
كنافة يعني باكي كومبلي نستعملوه في هذه السنيوة. نمسحو كامل هذوك الجناب يعني الطرف تاع السنيوه باش ما يكحلولناش هذوك الكنافه كامل على الجناب. من بعد ندخلوها للفرن يطيب كي نشوفوا الحمار احمروا كامل هذوك الطرف، يعني حتى حماروا مليح نحسوا باللي طابت من تحت. يعني حنطيبوها على 180 درجه لمده الطهي تاعها. ما نقدرش نقول لكم يعني كل واحد والفرن تاعو كيفاش يطيب. هنا كيما راكم تشوفوا حمارت لي كامل في الجناب، نشعل عليها من الفوق ونخليها طيب تكمل طيابها حتى تحمر مليح. من بعد نحيها ونعسلها. هنايا بالنسبه للشربات عندي 2 كيسان تاع السكر مع 2 كيسان تاع الماء، نخليهم يغلو مدة 10 دقائق ونطفي عليهم مع برش تاع قارص. انايا هنا ما درت لهاش القارص، لكن نتوما ديروا برش تاع قارص. من بعديك كي تنحوها ديروا لها فنجال تاع حوالي نص كاس تاع المرجان، عسيله المرجان، وديروا لها تحبوا ديروا لها المزهر تحبوا ما ديروا لهاش. انا بالنسبه لي راني درت لها فنجال تاع مزهر. من بعد كان نشرب بها هذه الخبزه تاع القطايف. هنا كما راكم تشوفوا نشربوها في السنيوه تاعها ماشي حتى نحوها من بعد نشربوها، لا يعني باش تجينا مشربه مليح. نخلوها في السنيوه نفرغوا يعني الكميه تاع العسيله كما راكم تشوفوا. من بعد نخلو يعني الا كانت شربت مليح انا ما نزيدولهاش، والا كانت مازال ما شربتش نقدروا حتى نزيدوا الكميه يعني فوق هذه الكميه نقدروا نزيدوا لها. انايا بالنسبه ليا كفاتني يعني جات سوسوه. هنا كما تشوفوا كي نتوشوها نصيبوا باللي العسل كان ديجا راه طالع على يعني السطح تاعها. هنايا بعد ما قلبتها كما تشوفوا كما قلت لكم يعني علاش نضغطوا عليها يعني على جال باش يجينا السطح تاعها املس كما راكم تشوفوا يعني يجينا ليس. هنا كما تشوفوا البنات جاتني بزاف هايله وجات معسله جات مشربه حتى للقلب لداخل. ان شاء الله تجربوها البنات بزاف هايله يعني وصفه بزاف ناجحه. كاين بزاف اللي ما يحبوش يرحوها، انا نقول لكم يعني بالعكس كي ترحوها راح تجيكم بزاف هايله. كانوا بكري ما يرحوهمش ماشي نرحوهم يعني فتتوهم برك. انايا بالنسبه لي ما رحيتهمش يعني غير قطعتهم كيما شفتوني فتتهم كامل. وكاين بزاف اللي يحب يرحيهم. هنا شوفوا كيفاش يعني سهله حتى في التقطاع تاعها وتجي بزاف مشربه يعني تجي هايله. جربوها البنات وتجي تفتت غير وحدها. يعني هذه الوصفه بزاف ناجحه تقدروا حتى ديروها في ليمول فرديين وتجوزوها مع الاتاي تاعكم. هنا نقول لكم الى اللقاء، الى الملتقى ان شاء الله مع وصفات جديده باذن الله. سلام.